قلب القاهرة الفاطمية وبين أزقتها التي تنبض بالتاريخ يقف بيت زينب خاتون صامدا عبر العصور شاهدا على تحولات المدينة. يقع البيت بحارة البيدار المتفرعة من الجامع الأزهر، حيث تتعانق العمارة الإسلامية بروح المكان، وتروي جدرانه قصصا عن الحياة اليومية والترف، وأيضا عن المقاومة والصمود. زينب خاتون ده آخر سيدة ملكة البيت، اسمها زينب خاتون بنت عبد الله البيضة. أنا بحثت على وزارة الأوقاف ووجدت 3 وثائق، منهم الوثيقة المنشورة في الدراسة اللي احنا عملناها عن قضية سنة 1836 حاجة زي كده، وفيها الوصف الكامل للبيت، وده كان مهم جدا عشان نعرف توظيف البيت، عناصر توظيف البيت. يعود نسب البيت إلى السيدة زينب خاتون ابنة عبد الله البيضاء معتوقة محمد بك الألفي، التي امتلكت العقار في القرن ال19، لكن أصوله المعمارية أعمق من ذلك بكثير، حيث تحمل قاعته ملامح واضحة من العمارة المملوكية في زخارف الأسقف الخشبية، وفي الوزارات الرخامية، وفي دقة المشربيات التي تزين الواجهات المطلة على الفناء. قبل كده البيت عشان تعرفي أصله، ده البيت بتاع خوان شقرة بنت السلطان حسن حفيدة محمد بن السلطان الأول، ويعني حسب الوضع التاريخي طبعا المقريزي كتب عنها إن البيت تدهور وحالتها المالية تدهورت، فباعت البيت، اشتراه مسقال السدوني الساقي أيام قايتباي وقعد فيه، ولكن للأسف راجل ذمته ما كانتش كويسة، كان بيزور عملة، فكان نتيجة صحيح ده كل ده من التاريخ. السلطان قايتباي نفاه إلى مكة واستولى على البيت، وكان سكن ابن السلطان قايتباي. بعد كده طبعا البيت اتباع، لأن في نص على شباك في القاعة اللي هي في وش المدخل، في نص على الشباك من القرن ال18 يقول الحاج كذا فلان الفلاني بتاع مش عارف ايه جدد البيت، فده يدل على ان البيت يعني كان يعني دايما في بتاع. في القرن العشرين برضو يعني البيت يعني اجره نائب رئيس هيئة قناة السويس فرنسي هو، وسكن فيه، كان بيجي فيه يقضي اجازات. ايه السبب الله يعلم، ما نعرفش يعني، انما عرفنا بعدين ان يعني وزارة البيت تبع وزارة الأوقاف واقف، عملت عليه قضية وطلعته. بعد كده رابطة الإصلاح الاجتماعي دي كان مقرها في عابدين، أجرت البيت من وزارة الأوقاف وعملته لخدمة الفتيات، يعلمهم تطريز وخياطة وبتاع كده. لم يكن البيت مجرد مسكن لعائلة كريمة، بل لعب دورا وطنيا مهما خلال الحملة الفرنسية على مصر، حين تحول إلى مأوى للمناضلين والمجاهدين ضد الاحتلال. وهكذا جمع بين الفخامة المعمارية والرمزية الوطنية ليصبح جزءا من ذاكرة القاهرة الحية. يعتبر بيت زينب خاتون نموذجا للعمارة المملوكية، فمدخل البيت صمم بحيث لا يمكن للضيف رؤية من بالداخل،
وهو ما أطلق عليه في العمارة الإسلامية المدخل المنكسر. وفور أن تمر من المدخل إلى داخل البيت ستجد نفسك في حوش كبير يحيط بأركان البيت الأربعة، وهو ما اصطلح على تسميته في العمارة الإسلامية بصحن البيت. الهدف من تصميم البيت بهذا الشكل هو ضمان وصول الضوء والهواء لواجهات البيت وما تحويه من حجرات. الوثيقة اللي لقيناها في وزارة الأوقاف فيها الوصف الكامل للبيت. مدخل اللي هو نفس المدخل الموجود يؤدي إلى دركاه، يعني ساحة المدخل، وبعدين على اليمين مدخل منكسر عشان حفظ على الخصوصية. على اليمين في غرفة، ودي كانت لها قصة طريفة برضو أحب أقولها في عملية. كان في 6 عمال بتوع الهيئة اللي جابتهم الهيئة، وفي مهندسة ومراقب، دول بتوع الهيئة اللي احنا اتقولنا يتعمل على الذمة. نزلوا الأوضة، في أوضة تحت الأرض في المدخل، نزلوا نظفوها بالفاس بيجروا بالحيطة، نزلت الزلعة فوق 7000 وشوية دينار ذهبي. خدوهم العمال بينهم بعض قرايب، وزعوهم على بعض. واحد منهم حب يعني يبيع شوية عشان عاوز يتجوز، مسك، فاتمسكت قضية، ورجع التاني لموا الحاجة، بس في جزء منه فوق، بس جزء بسيط، واتلمت الحديقة، وتعتبر أكبر يعني مجموعة دنانير من العصر المملوكي في تاريخ الآثار المصرية، موجودة في المتحف الإسلامي. بعدين تخش حضرتك دهليز، على اليمين فيه طاحون. دايما البيوت زمان فيها طاحونة تطحن القمح، في مخازن تحت اللي هي الحواصل تشال فيها الغلال والحاجات دي، عشان تبقى الخدمة كلها موجودة، مفيش حاجة تيجي من بره. وفي دورة مياه، واخد بال حضرتك ازاي؟ ده يسموه بيت الراحة، يعني الاصطلاح بتاعه بيت راحة، يعني الانسان بيخش بيريح نفسه، فده بيت الراحة. وفي كل دور في بيت راحة. في المعهد، جنب المعهد في سلم، وفي الحوش في سلم بيودي على القاع الغربي في غرف، وسلم جنب المعهد يطلعك على المعهد، ومن المعهد تخش على القاعة المملوكية الكبيرة اللي ليها فتحة مشربية خشب بتطل على الباب، عشان لو واحد يشوف الباب وبالك يعرف مين اللي جاي وبتاع، لأن مفيش كل الباب بتخبط في، واخد بالك، المطرقة موجودة بيسموها السماعة، تضرب على الباب. وبعدين في المدخل بيبقى فيه دكة، ده البواب موجود بيفتح له، مسموح له بالدخول، بيخش. في ضيوف جايين، في على الحوش في قاعة للاستقبال، واخد بالك ازاي؟ دي بتبقى للرجال مش للسيدات. وفي تحت مطبخ من الطابق الأول، تنزل السيدة صاحبة البيت عشان تشوف المطبخ بتاعها. لما أضيف القاعة اللي في الوش اللي عليها التاريخ من القرن ال18، عملوا سلم تاني ينزل في الحوش الخلفي، مسمينه مطبخ أرضي، طبيخ جوه هناك. وفي باب فتح في الواجهة بعيد عن الباب الأصلي، رفيع، يخش بدهليز يودي على المطبخ، وفي نفس الوقت هو باب للسيدات ياخدوا السلم يطلعوا على القاعة اللي فوق عشان يقابلوا الستات اللي فوق، عشان فصل الجنسين. واخد بال حضرتك ازاي؟ في رجال تحت، الستات تطلع فوق، وده كل الشبابيك موجودة عليها قمريات ازاز او ليها مشربيات خشب علشان تدي الحماية. مع مرور الزمن تعرضت أساسات البيت لتصدعات خطيرة، فكان لابد من التدخل لحماية هذا الأثر الفريد.
بدأت لجنة حفظ الآثار العربية أعمال الصيانة الأولى عام 1882 والتي شملت إصلاح الأسقف وترميم المشربيات وإعادة تثبيت الأبواب والنوافذ. تواصلت جهود الترميم على مدار القرن العشرين، تم رفع الأنقاض وتنظيف الفناء وكذلك تدعيم الجدران ومعالجة الشروخ العميقة وإعادة تبليط الأرضيات بالحجر المعصراني. أيضا ترميم الزخارف الرخامية والأخشاب المزخرفة وتثبيت الزجاج الملون في شبابيك البيت ليعيد لأروقته بريقها القديم. طبعا نتيجة سوء الاستعمال برضه، لأن في الدور الأرضي عملوا يعني دورات مية وحواض مية وبتاع والحنفيات. أنا شفت يعني المنظر ده في فترة ما في الخمسينات، كان نتيجتها إنه كان يعني حنفيات سايبة مية، يعني ما بتقفلش. وطبعا البيت نتيجة للرطوبة والحاجات دي الأحجار تعبت، المشاكل كلها تعبت، يعني المبنى تدهور. فاحنا لما وقع بقى المبنى قمنا بعمليه الترميم. عمليه الترميم طبعا لها منهجيه. انا راجل معايا دكتوراه في الترميم من المانيا سنه 66، اشتغلت مع اليونسكو ووضعت مواثيق مع اليونسكو ومع الايكوموس. فاحنا بنشتغل طبقا للتعليمات الدوليه، المواثيق الدوليه كيف نتعامل. قبل كل شيء لازم يتوثق بالمكنه ويتصور ويتقاس وتعمل له رسومات. حتى في رسومات قبلينا جبناها من الهيئة ورسومات بعدينا عشان تبين الفرق اللي حصل والتغيرات اللي حصلت خلال هذه الفترات. سجلنا الشروخ، سجلنا الأجزاء المنهارة، كل ده موقع على الخرائط. شفنا منسوب التأسيس، عملنا عينة للأساسات، بناخد عينات من الحجر، بناخد عينات من المون عشان لما نصلح طبقا لما هو الاشياء الطبيعيه. واجه المهندسون مشكلات الهبوط في الأساسات وتسرب المياه والتعديلات العثمانية التي غيرت بعض ملامحه الأصلية، لكن بفضل الدقة والحرص على الهوية خرج البيت بحلته الجديدة محافظا على أصالته ومهيئا لاستقبال الزوار كأحد أهم نماذج العمارة السكنية الإسلامية في القاهرة. اشتغلنا ورممنا البيت، رممنا الشروخ، الأجزاء اللي وقع كانت على الأرض تم فرز الأحجار. وهنا نحب نشير إلى برضه أنامل الأعمال الفنية. محمد الحبان ده كان معلم حجار بنا رائع جدا، هو اللي عمل عملية البناء في الجزء المنهار اللي موجود. السقف استفدنا من مشاكل المقعد، كان ده بيسموه المقعد، اللي هو بيبقى بيطل على الصحن، بيطل على الحديقة، بيطل على نافورة المية. مقعد صدق عند مليك مقتدر. ده تأثير القرآن الكريم على التصميم المعماري. التحديات الأساسية مشكلة الأساسات قريبة من سطح الأرض، لأن كان زمان المباني كلها ما كانش فيه مية في القاهرة، يعني المدن ما كانش فيها مياه. كان بيجي السقا يجيب قربة يدي الناس شوية مية
يا دوبك يمسح وشه كده وبتاع وكلام من ده. مفيش بقى مشكله المياه، تسرب المياه تحت الشرب او تسرب مياه المجاري. لما مصر عملت خط مجاري في العشرينات من القرن الماضي في القاهره التاريخيه، الخط ده تآكل، ميه تدهورت، فبقى في عندي تسربات مياه وفي تسربات مجاري. كان في ارتدادات، يعني المجاري اصبحت ما بتستوعبش، فكان بترجع في الشارع، بيعمل ارتداد في الشوارع. ما اتحلتش الا ايام حسني مبارك لما اتعمل خط الصرف على ضفتي النيل 6 متر في 6 متر يمشي فيه اتوبيس. ده خفف طبعا العمليه واصبح ما عندناش ارتدادات. وبعدين جاء ايام فاروق حسني عملوا خط في شارع المعز وعملوا خط في الجماليه، فخفف ايضا من عمليه الارتداد. انما ما زالت عندنا مشكله مياه الشرب والمجارير القادمه من البيوت القديمه اللي موجوده في القاهره التاريخيه. السيد فاروق حسني عمل في المنطقة دي البيت ده، عمله مركز ثقافي للفنون، وفي بيت هراوي وده بتاع الدكتور الهراوي اللي كان مدير مستشفى العيون في شارع المعز اللي هي المستشفى بتاعت قلاوون، واخد بالك ازاي؟ البيمارستان بتاع قلاوون كان ده هو صاحبه. وفي بيت الست وسيلة آخر واحدة سكنته برضه اللي هو دلوقتي بيت الشعر. البيت الثاني بتاع هراوي عملوه بيت العود، نصير شمة بيروح يعمل هناك ويدرس الناس ويعمل عود وبتاع. والبيت بتاع زينب خاتون اتعمل فيه معارض، يعني اتعمل فعلا فيه معارض واخد بالك، ولكن توقفت يعني فترة توقفت. سنة 84 حصل انهيار للبيت بسبب ارتدادات المجاري في شوارع القاهرة. الجزء اللي فيه البوابة بالمدخل بالمقعد مع الجزء الغربي سقط، وبقية المبنى حصل له شروخ كبيرة. والسادة المهندسين بتوع هيئة الآثار المصرية زمان أيام الدكتور أحمد قادري قرروا إن البيت لا يصلح للترميم، وإنه لا طلع له قرار هدم. كلمني الاستاذ عبد الرحمن عبد التواب اللي كان زمان رئيس قطاع الاثار الاسلاميه والقبطيه لغايه سنه 66، وقال لي يا لمعي يعني من فضلك روح شوف الموضوع ده وبتاع. رحت شفت البيت قلت له لا حرام هدوه. فقال لي طيب انا هاخد لك ميعاد مع الدكتور احمد قادري رئيس الهيئه، وخد لي ميعاد ورحت قابلت الدكتور احمد قادري والتقيته، ولقيت عنده مجموعه من الاثريين والمهندسين ويعني كبار رجال الهيئه. قال لي ده هم دول قاعدين مستنيين. انا طيب اهلا وسهلا. قال قلت له ليه عاوزين تهدوه؟ قال البيت غير صالح، الصف كله موجود عندي كله بيقول البيت غير صالح. تعالى بكره نروح نشوف البيت. نروح شفنا البيت، وبعدين طبعا يعني تصليب الصلب اللي كان موجود صلب سيء جدا ما لوش علاقه بالهندسه، شغل مقاولين. فقالوا لي في الاخر طيب لما انت يعني بتقولي تصلح، طب ما تاخدوا تصلحوا. ودي كانت اول عمليه ليا مع هيئه الاثار المصريه في مصر. عملنا الترميم، كانوا عاوزين يجيبوا شركه قطاع عام، قلت لهم لا احنا هنعمله على الذمه بالعمال بتوع الهيئه باشراف الهيئه، عشان نبقى عندنا حريه في انتقاء المواد السليمه واسلوب الترميم السليم، ما يبقاش فيه تدخلات من شركه المقاولات. وافق الدكتور قادري برضه الحقيقه، الراجل كان عظيم يعني الحقيقه، واداني كل الثقه وكل الاستطاع وبناء عليه. وقال ايامها الاستاذ فهمي عبد الحليم الله يرحمه، عبد العليم الله يرحمه رئيس القطاع وقتها، ده انت لو صلحته 50% هنجيب لك وسام من رئيس الجمهوريه.
الترميم مسؤولية مش المرممين، مسؤولية شعب مصر، الحفاظ على التراث. التوعية الثقافية في مجال الحفاظ على التراث ضعيفة للغاية في مجال الشعب المصري. ليه؟ المدارس الابتدائي، الثانوي، الجامعات لا تهتم بمثل هذه الأمور. واخد بال حضرتك ازاي؟ ولهذا السبب ان احنا بنطالب، واخد بالك ازاي، وزارة التربية والتعليم، وزارة التعليم العالي، واخد بال حضرتك ازاي، ان يتعمل فيها برضه دراسات توعية للأولاد. فترة كان الأغا خان كان عامل مشروعات تنمية في الضرب الأحمر، لما رمم بيتين هناك، واخد بالك ازاي، البيت في الضرب الأحمر بتاع الجامع بتاع خير بيه، واخد بالك ازاي، فقال ده كمان يعمل تنمية، فاشتركنا معاه وحقيقة كان بيمولني. لما وقف البرنامج أصبح التمويل ضعيف وأصبحت الإمكانيات عندي أضعف، فطبعا قدرنا نشتغل فترة، مش ما اشتغلناش، لكن في الآخر خالص يعني كل واحد يعرف مقدرته. يعني أنا لست ملياردير ولا حاجة، أنا راجل مصري، يمكن ورثت بعض الشيء، يمكن شغلي في العالم العربي يعني برضه ساعدني شوية، واخد بالك ازاي، ده هذه العملية. واحمد ربنا ان الدولة في الاخر افتكرتني وانا في سن 90 وادتني الجائزة بتاعت النيل. اليوم يقف بيت زينب خاتون شاهدا على عبقرية العمارة المصرية وعلى جهد المرممين الذين أعادوا الحياة لجدرانه. لم يعد البيت مجرد أثر تاريخي، بل صار وثيقة حية تحفظ ذاكرة مدينة كاملة، مدينة قاومت الغزاة واحتضنت العلم والدين والفن.